ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قطعت هدومي بالمقص. دي حقيقه انا قطعت هدومي بالمقص. طب لو عايزين تعرفوا انا قطعت هدومي بالمقص ليه، تابعوا معايا لاخر الفيديو. بس قبل ما نروح نكمل الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس، اوعوا تنسوا عشان يوصلكوا كل جديد انا بقدمه. ويلا بينا نبدا الفيديو. ايه يا اميره الحكايه؟ انت كل مره عامله لنا موضوع وعامله لنا حكايه قطعت هدومي بالمقص. فعلا انا قطعت هدومي بالمقص. طب ليه انا عملت كده؟ بصوا بقى، انا بحب يكون عندي هدوم كتير، وبصيت لقيت نفسي ما عنديش ولا سكرت ولا جيبه موجوده عندي، لان انا بحب اكتر البس بنطلونات. فاعمل ايه وطبعا زي ما انتم فاهمين اسعار الهدوم غاليه، وعشان انزل اجيب اقل حاجه برقم وهكذا. ففكرت في فكره كده جهنميه، قلت اعمل ايه؟ بس قعدت ادور في هدومي القديمه، لقيت عندي فستانين بجد انا مش بستخدمهم اصلا. واحد فيهم دق عليا، والتاني خلاص بقى موته قدمت ومبقاش حلو ومش بلبسه وركنهم في الدولاب. طب اعمل ايه؟ استنوا هقول لكم انا عملت ايه. اول فستان كان عندي اللي هو الفستان ده، كنت جايباه من شي ان، بس خلاص بقى يعني خلاص بقى لبسته ودق عليا من هنا خالص. يعني طب انا هعمل ايه؟ فجبت المقص ورحت قصاه زي ما انتم شايفين كده. ده كان الجزء الاولاني، هو الفستان كان على بعضه كده اصلا. رحت قصاه ورحت للراجل اللي بيضيق ويقصر الهدوم بتاع يا عم جمال، يا عم جمال الله يكرمك، انا عايزاه تحط لي استك وتعمل لي عليها بالمكنه. فدي كانت النتيجه بتاعه الفستان الاول. طيب اسكت؟ ما اسكتش، رحت عامله ايه؟ طلعت الفستان التاني واتحمست بقى، قلت ما بديهاش، ورحت عامله نفس الفكره. استنى اوريك الفستان التاني اهو. ده كان الجزء الاولاني او الجزء اللي فوق، وده الجزء اللي تحت. فحسيت خلاص بقى ما بلبسوش ومش حباه خالص، بس مش هرميه. يعني انا برضو ضد ان انا ارمي الهدوم، بحب استغلها لاخر قطره في دمها. المهم رحت برضو رايحه لعم جمال، ما انا اتحمست بقى قلت ما بديهاش، ورحت عامله نفس الفكره، عملت السكيرت التانية او الجيبه التانية. طيب انا بقى هقول لكم انا لبستهم ازاي. ممكن انتوا يبقى عندكم نفس الحاجه او يعني باشكال مختلفه، بس تعملوها باحسن مني وتلبسوها بطريقه احسن مني. طب يلا بينا اقول لكم انا لبست الجيبتين ازاي. هروح البس وارجع لكم. اول اوتفيت انا لبسته لما عملت الجيبه سليبر اسود وتيشرت ابيض، وده باللون الاسود، والشنطه زي ما انتم شايفين كده. وعشان اكمل الشياكه والاناقه بقى عملت ايه؟ النضاره السوداء فيها احمر من هنا، قلت لا ما اقصرش في حق نفسي. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الشياكه؟ ولا اي مجهود. إيه لو اقول لكم اتكلف ايه الموضوع؟ ولا اي حاجه. هي الفستان قصيته ورحت طلعت تي شيرت ابيض من عندي، طرحه سودا الشنطه اللي موجوده عندي، وعملت اوتفيت عظمه. اوريكم الاوتفيت التاني، وده تاني اوتفيت. ايه رايكم؟ شميز او بلوزه سودا كانت برضو عندي قديمه، وطلعت حطيت عليها بالحزام، ولبست الاسود ده والجيبه زي ما انتم شايفين. ما اسكتش، لازم اكمل الشياكه والاناقه. النضاره المره دي اسود في ذهبي، على اساس ان انا بغير كده عشان في هنا زيق ذهبي. المهم ايه رايكم؟ مع الشنطه طبعا، استنوا الشنطه فين اهي. مع الشنطه طبعا السوداء في الذهبي، وده الاوتفيت التاني. ممكن تطلعي تالت ورابع وخامس طول ما انت عندك الحاجات، ممكن تلبسيها بطريقه احسن من اللي انا لبستها كمان بيها. كل واحد وجهه نظر ودي اذواق. فالمقصود من الموضوع يعني ان انت تطلعي القديم اللي عندك وتشغلي نفسك وما تقفيش على محطات. نكمل، استنوا لسه ما خلصناش، استنوا. وده اول اوتفيت بالجيبه دي. ايه رايكم؟ القميص عملته كروس كده ودخلته من هنا ومن هنا، وتيشرت ابيض من تحت، والشنطه ما اسكتش بقى، يعني لازم اكمل الشياكه والاناقه. ايه رايكم؟ وعلى كوتشي ابيض. ايه رايكم؟ حبيتوا معايا اللوك كده؟ هرجع البس وارجع لكم. وده تاني اوتفيت لبسته على الجاكيت جينز زي ما انتم شايفين. حابه قوي. ايه رايكم؟ اسكت؟ ما اسكتش، البس برضو النضاره باللون البني. ايه رايكم؟
شاء الله. ده ممكن تلبسيه باكتر من طريقه. على حاجات تانية، انا عندي حاجات تانية تنفع عليهم، بس انا تعبت الصراحه مش هكذب عليكم. عماله البس ولا ارهقت. فبس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بس قبل ما امشي، يعني الهدف من الفيديو ده كان ايه؟ ان طلعي من لبسك القديم، لان الهدوم غالت جدا وبقت اسعارها مبالغ فيها. فاعمل ايه عشان يبقى عندي هدوم كتير وما اتكلفش قوي؟ ان انا اطلع من هدومي القديمه اللي موجوده عندي في الدولاب واعيد تدويرها من اول وجديد تاني، علشان البسها احس ان انا لابساها لاول مره وانها مختلفه وان انا جايبه لبس جديد. بس في الحقيقه انت مش جايبه ولا اي حاجه جديده، بس بتركبي حاجات على حاجات. جيبه مثلا دي كانت موجوده عندك، ممكن اعملها حاجه تانية، او فستان اعمله جيبه، او بنطلون اعمل كده وهكذا. البس ده مثلا لبست ده على بنطلون قبل كده البسه على، يعني انوع في لبسي بحيث ان انا البس كل مره حاجه مختلفه وتكون شكلها حلو. بس ده كان فيديو النهارده. زي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. باي باي.